حبايبي طلاب سنة ستة ابتدائي أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنشرح الدرس الأول في الوحدة الأولى اللي بيتكلم على نمو وتوزيع السكان في الوطن العربي. في الدرس ده يا ولاد هنعرف تطور ونمو السكان في الوطن العربي، وكمان هنعرف أماكن توزيع السكان على الخريطة الخاصة بالوطن العربي، وكمان هنعرف المشكلة السكانية في الوطن العربي. درس سهل وبسيط، محتاج مننا شوية تركيز علشان نقدر نستفاد بشكل كبير. أول حاجة هنتكلم عنها في درسنا النهاردة يا ولاد هي النمو السكاني. يعني إيه نمو يا مستر؟ يعني زيادة. نمو يعني زيادة. طيب أول تعريف هاخده النهاردة هو النمو السكاني. يعني إيه؟ يعني زيادة أو ارتفاع في عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. طيب عندي هنا بيكلمني على إن الوطن العربي يا ولاد يأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان بعد دولتين الهند والصين. أوكي؟ يبقى تاني، يأتي الوطن العربي في المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان بعد دولتي نقط ونقط، هقول له الهند والصين وقارة أوروبا. طيب عندي هنا وفقا لتقدير عام 2000 عرفنا إن الوطن العربي وصل إلى 278 مليون ونص نسمة، وبالنسبة لتقديرات عام 2023 وصل عدد سكان الوطن العربي إلى 474 مليون نسمة، وده بيمثل نحو 5.9% من إجمالي سكان العالم. طيب عندي هنا بيقول لي معدل النمو السكاني في الوطن العربي أعلى من المعدل العالمي. ليه يا مستر؟ هقول له بسبب ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض الوفيات، وده نتيجة للتحسن الطبي أو الصحي وإيه كمان والمعيشي في الدول العربية. تمام؟ وإيه كمان يا مستر؟ والهجرة الخارجية وخاصة إلى دول الخليج العربي. يبقى أنا عندي لو جالي سؤال زي ما احنا موضحين مع بعض هنا بما تفسر معدل النمو السكاني في الوطن العربي أعلى من المعدل العالمي، هقول له طبعا بسبب حاجتين، إيه هما؟ ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض الوفيات، وده نتيجة إلى تحسن المستوى الصحي والمعيشي في الدول العربية. 2 بسبب الهجرة الخارجية وخاصة إلى دول الخليج العربي. طيب يعني إيه معدل مواليد ومعدل الوفيات اللي أنت بتقولها لنا دي يا مستر؟ معدل المواليد هي نسبة المواليد إلى إجمالي السكان في عام معين. عايز أعرف نسبة المواليد، طبعا بشوف العام بتاعي مثلا، هشوف مثلا تقديرات مثلا 2024 ل 25 نسبة عدد المواليد قد إيه. طيب عندي هنا معدل الوفيات هو نسبة الوفيات إلى إجمالي السكان في عام معين، يعني عايز أشوف نسبة الوفيات في العام بتاع 24 كانوا قد إيه. خلاص؟ طيب يبقى أنا عندي هنا الجزئية اللي إحنا اتكلمنا عنها دلوقتي، النمو السكاني هو ارتفاع عدد السكان في فترة زمنية معينة، وعرفنا كمان إن الوطن العربي يأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد السكان بعد دولتي الهند والصين وقارة أوروبا. وعرفنا إن زيادة عدد السكان كانت واضحة جدا بالنسبة لنا، وده اللي أثبتته تقديرات عام 2000 وعام 2023، حيث كان عدد السكان في عام 2000 278 مليون ونص نسمة، وعندي هنا في عام 2023 أصبح عدد السكان في الوطن العربي 474 مليون نسمة، وده بيوضح زيادة كبيرة في عدد السكان. طيب وطبعا الزيادة دي بتمثل نحو 5.9% من إجمالي سكان العالم. وعرفنا إحنا طبعا الزيادة اللي حصلت في السكان في الوطن العربي بسبب ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات والهجرة الخارجية. طيب عندي هنا الخريطة اللي قدامنا، يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم. توزيع السكان طبعا بتوضح لي أماكن توزيع السكان، نحاول نعمل زوم عليها شوية. طيب بيقول لي هنا أماكن توزيع السكان في الوطن العربي. يعني السكان موجودين فين يا مستر في الوطن العربي؟ هقول لكم حالا. عندي الأماكن اللي بيكون فيها كثافة سكانية
طبعا بتكون فين؟ عند السهول الفيضية، زي سهول نهر النيل في مصر والسودان في كثافة سكانية، وعندي كمان موجودة في سهول نهري دجلة والفرات في العراق، طبعا في كثافة سكانية. طيب ليه يا مستر بيبقى موجود عندي السكان بشكل كبير في السهول الفيضية؟ هقوله طبعا بسبب خصوبة التربة وتوافر المياه العذبة واعتدال المناخ، فبالتالي بيكون في عدد سكان كبيرة جدا في المناطق السهول الفيضية. طيب عندي كمان بيبقوا موجودين فين السكان بشكل كبير؟ موجودين في السهول الساحلية، يعني في بلاد الشام وشمال أفريقيا. أدي بلاد الشام أهي على البحر المتوسط وشمال أفريقيا. وعندي كمان بيبقى موجودين بشكل كبير في المرتفعات، زي مرتفعات لبنان. ليه يا مستر؟ بسبب اعتدال المناخ، لبنان موجودة عندي برضو هنا. طيب عندي كمان بيبقى في عدد سكان بشكل كبير في المناطق الصناعية والتعدينية، وده بسبب وجود فرص العمل. طيب عندي هنا مناطق ذات كثافة سكانية عالية، احنا قلنا السهول الفيضية، واحنا عرفنا ان نهر دجلة والفرات في العراق من السهول الفيضية، ونهر النيل والدلتا في مصر والسودان دي برضو سهول فيضية. وعرفنا السهول الساحلية بلاد الشام وشمال أفريقيا. وعندي هنا المناطق المرتفعة ذات المناخ المعتدل مثل مرتفعات لبنان والمناطق الصناعية التعدينية بسبب توافر فرص العمل. طيب هنا بيقول لي بما تفسر يتركز السكان في السهول الفيضية والساحلية. هقول له بسبب اعتدال المناخ وتوافر المياه العذبة وخصوبة التربة، وده طبعا جاوبنا عليه واحنا بنشرح الخريطة. طيب احنا عرفنا الأماكن اللي فيها كثافة سكانية عالية. طيب الأماكن اللي فيها نسبة قليلة من عدد السكان إيه هي؟ المناطق الصحراوية زي الصحراء الكبرى في الجناح العربي الأفريقي وصحراء الربع الخالي. تعال نشوف مكانهم على الخريطة. هنا يا ولاد بالظبط موجود الصحراء الكبرى، ودي موجودة في أفريقيا. طيب صحراء الربع الخالي موجودة في آسيا، وهنا مكانها بالظبط على الخريطة. دي أماكن يقل فيها عدد السكان. طيب يبقى احنا عرفنا الاماكن اللي فيها زياده لعدد السكان ايه، واللي بيقل فيها عدد السكان ايه. بيبقى موجود عدد سكان بشكل كبير في السهول الفيضيه، السهول الساحليه، والمرتفعات مثل مرتفعات لبنان والمناطق الصناعيه التعدينيه، ويقل عدد السكان في الصحراء الكبرى في الجناح العربي الافريقي والصحراء الربع الخالي في الجناح العربي الاسيوي. هنا جايب لي بيقول لي مصر مالها؟ تمثل المرتبة الأولى عربيا وليس عالميا. نركز، مصر بتأتي في المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد السكان، والسكان عندنا في مصر بيمثلوا ربع سكان الوطن العربي. يبقى مين اللي بيمثل ربع سكان الوطن العربي؟ مصر. طيب عندي هنا كمان تعد دولة جزر القمر أقل الدول العربية من حيث عدد السكان. يبقى أنا عندي أعلى الدول العربية من حيث عدد السكان هي مصر، وتمثل ربع السكان الوطن العربي. أقل الدول العربية من حيث عدد السكان جزر القمر. المشكلة السكانية إيه؟ المشكلة السكانية دي يا مستر؟ المشكلة السكانية دي يا ولاد هي طبعا لها وجهين. الوجه الأول هو مشكلة الزيادة السكانية وقلة الموارد. يعني عندي عدد سكان كبير وعندي موارد قليلة ما تكفيش السكان، فبالتالي هنا عندي مشكلة سكانية. طيب زي مين؟ زي مصر والأردن وسوريا، عندهم السكان أكتر من الموارد المتاحة. طيب أحلها إزاي يا مستر؟ أحلها دي عن طريق وضع برامج تنموية علشان أواجه هذه المشكلة. يعني إيه يا مستر؟ هيعملوا إيه بالظبط؟ البرامج التنموية دي يا ولاد بتعمل على توفير الموارد. زي إيه يا مستر؟ يعني بيعملوا على استصلاح الأراضي الصحراوية وتوفير أراضي زراعية بشكل كبير علشان أعمل تحقيق للأمن الغذائي، علشان أوفر الأمن الغذائي للسكان. طيب دي مشكلة رقم واحد ودي حلها. عندي هنا بيقول لي مشكلة قلة السكان. إيه مشكلة قلة السكان دي يا مستر؟ مشكلة قلة السكان دي يا ولاد طبعا بيبقى موجود في عندي سكان عددهم قليل وعندي الموارد أكتر من عدد السكان. تاني يا مستر،
مشكلة قلة السكان وزيادة الموارد. في عندي دول يا ولاد زي السعودية وقطر والإمارات والبحرين عندهم الموارد أكتر من عدد السكان. طب دي مشكلة؟ بالعكس ده مش مشكلة، لا مشكلة. ليه؟ لأن طبعا الدول دي بتحتاج حد يستثمر الموارد بتاعتها. طيب أحلها إزاي؟ هقول له بتستقبل الدول اللي هي السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعداد كبيرة من الوافدين إليها لاستثمار مواردها. يبقى أنا عندي المشكلة السكانية تتمثل في زيادة سكانية وقلة موارد زي ما هي موجودة في مصر والأردن وسوريا. عرفنا نحلها إزاي؟ بوفر خطط تنموية لمواجهة هذه المشكلة. قلة السكان وزيادة الموارد زي السعودية وقطر والإمارات والبحرين أحلها إزاي؟ بستقبل أعداد كبيرة من الوافدين إليها لاستثمار مواردها. طيب عندي هنا بيقول لي تختلف المشكلة السكانية بين دول الوطن العربي. هقول له طبعا بتختلف بسبب اختلاف عدد سكان كل دولة. كل دولة بيختلف السكان فيها عن الدولة الأخرى، لأن طبعا الدول كلها مش متشابهين في عدد السكان، وكمان باختلاف المساحة الكلية للدولة. كما يختلف عدد سكان الوطن العربي من دولة إلى أخرى، ويترتب على ذلك الترتيب من حيث العدد السكاني. مصر بتأتي في المرتبة الأولى، وإحنا عرفنا إن جزر القمر أقل عدد سكان. طيب المرتبة الثانية السودان، والمرتبة الثالثة الجزائر، والرابعة العراق. يبقى الجزء ده مرة تانية تختلف المشكلة السكانية بين دول الوطن العربي بما تفسر. هقول له بسبب عدد سكان كل دولة والمساحة الكلية للدولة، وكمان بيختلف عدد سكان الوطن العربي من دولة إلى أخرى. وطبعا الترتيب من حيث عدد السكان، مصر تأتي رقم 1 عربيا من حيث عدد السكان، و2 السودان، 3 الجزائر، 4 العراق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. زي ما احنا متعودين هنحل نقطتين من كل سؤال، والباقي هسيبه تحلوه بنفسكم. عندي رقم 1 بيقول لي يا مستر يأتي الوطن العربي من حيث عدد السكان عالميا في المرتبة نقط. هقول له ايه؟ الرابعة. ممتاز. طيب أكبر الدول العربية من حيث المساحة هي دولة نقط الجزائر. طيب عندي السؤال اللي بعده بيقول لي ضع كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات الآتية. تعد دولة السعودية أعلى الدول العربية من حيث عدد السكان، صح ولا غلط؟ غلط طبعا يا مستر، أعلى دولة عربية هي مصر. ممتاز. يعيش بالسودان نحو ربع إجمالي عدد سكان الوطن العربي. هقول له برضو غلط، لأن ربع السكان موجودين في مصر. طيب ربع سكان إيه؟ الوطن العربي. عندي السؤال الثالث بيقول لي ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. تحتل المرتبة الثانية في عدد السكان عربيا هي دولة نقط. احنا قلنا رقم 1 مصر، 2 ممتاز السودان. عندي يبلغ عدد سكان مصر نحو نقط من سكان الوطن العربي، ربع. ممتاز. عندي السؤال اللي بعده بما تفسر ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي. هقول طبعا بسبب ايه؟ ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدل الوفيات، وبسبب الهجرة الخارجية وخاصة إلى دول الخليج العربي. 2 بما تفسر تركز السكان في السهول الفيضية والساحلية في الوطن العربي. هقول له بسبب توافر المياه العذبة، وكمان هقول له بسبب اعتدال المناخ وخصوبة التربة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمناها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وكمان شاركونا أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. بشكركم على المشاهدة. كان معاكم مستر إسلام الهواري.